السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كورة كل يوم. غبنا عنكم بقالنا فترة، بس لقينا ان الوضع لازم ان احنا نرجع ونتكلم من تاني. اول كلامنا وخير الكلام صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصلي على سيدنا محمد في الاخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لامامنا الكبير الشيخ اسامه عبد العظيم محمد حمزه، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم القدس في حفظك وامانك، اللهم القدس في حفظك وامانك. اللهم اغفر لاخواننا في فلسطين، اللهم ثبت اقدامهم وسد رميهم، امين يا رب العالمين. المنتخب القومي يقدم فصل من فصوله الجديده في بطولة كأس الأمم الأفريقية. تعادل مخيب للأمال أمام موزمبيق، والعودة من الهزيمة بهدفين مقابل هدف عن طريق ضربة جزاء أحرزها محمد صلاح في الدقيقة 111. المنتخب المصري يقدم أداء بمردود سيء جدا. روي فيتوريا هذا ما سوف تجنيه نتيجة للاختيارات الخاطئة الظالمة. أحمد حجازي لاعب لم يلعب مع اتحاد جدة سوى مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية، وبعد ذلك لم يلعب أساسيا وجلس على دكة الاحتياط. أنا ما بقولش أحمد حجازي وحش، بس أحمد الحجازي العائد من الرباط الصليبي لم يستعيد بعد مستواه. وعشان أنت خايف تنزل علي جبر او احمد سامي، عشان لو نزلت ياسر ابراهيم هيتقال لك انت كانت اختياراتك في البدايه خطا، وان ياسر ابراهيم هو الصحيح اللي كان موجود، لازم يكون موجود معاك في الاختيارات الاولى. لكن انت خفت من علي جبر واحمد سامي ان هم يعملوا لك كوارث، فبدات بحجازي المصاب الذي اصيب في راسه اثناء المباراه وكملت عليه المباراه. طيب انت في قلب المباراه في نهاية المباراة في آخر ربع ساعة وجدنا أن أحمد حجازي يلعب رأس حربة ثالث. لماذا لم تقم بتغيير أحمد حجازي واللاعب بستوبر واحد على أن يعود حمدي فتحي للخلف مع محمد النني يأمنوا مع محمد عبد المنعم المنطقة الخلفية، أو أن محمد هاني كان يخش ستوبر مساك وكنت نزلت عمر كمال عبد الواحد بدلا من أحمد حجازي؟ تشكيل خاطئ. منتخب محمد صلاح المنتخب الذي تم فيه تغيير كل اشكال المنتخب القومي. غيرت كل الصفات بتاعت المنتخب القومي بسبب محمد صلاح. اديته الاشاره وهو لا يستحقها، يستحقها بالاقدميه عندما يكون اقدم لاعب في المنتخب. حرمت لعيبه كتير من التواجد في المنتخب بسبب محمد صلاح. محمد النني الذي لا يلعب في الارسنال ويجلس صديقا لدكة الاحتياط، تبدأ به اساسيا في مركز 6 الذي لا يجيد اللعب فيه، وتضع بجوارك على الخط مروان عطية. ولو اصابة احمد نبيل كوكا ايضا كنا قلنا لك ان انت بتحط 2 بيلعبوا في مركز 6 على الخط عشان تلعب محمد النني ارضاء لمحمد صلاح، وبتلاعب احمد زيزو ارضاء لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك على حساب المنتخب القومي المصري. ما انت حاجه من الاثنين، لا تلعب بزيزو لا تلعب بصلاح لا تلعب بمصطفى فتحي، انما الاثنين يبقوا 2 من ال3 يبقوا موجودين مع بعض في الملعب، يبقى انت بتخسر اماكن. محمد صلاح مع المنتخب القومي حتى الان لم يقدم اي مردود فيه ما يثير اعجاب الشعب المصري. توسمنا خيرا في وجود محمد صلاح، لاعب صاعد بقوة ويحترف في الدوريات الأوروبية القوية أن يكون مفيدا للمنتخب القومي. انظر إلى جورج وايا كيف كان يعمل مع المنتخب القومي الليبيري.
انظر إلى دروجبا كيف كان يعمل مع منتخب كوت ديفوار. انظر إلى روجيه ميلا كيف كان يقدس المنتخب القومي ويخليه على أكثر أولوياته. انظر إلى الجميع. ماذا قدم محمد صلاح للمنتخب القومي؟ لم يقدم شيء سوى الخزي والعار. حتى في مباريات الصعود إلى كأس العالم كان محمد صلاح وأحمد سيد زيزو هم من أضاعوا ضربتي جزاء المنتخب الوطني. شوف الأمور راحت لفين يا راجل. إن خروجنا من كأس العالم يجي على أقدام محمد صلاح وأحمد سيد زيزو الذين لا يضيعون ضربات الجزاء. عندما يستشري الظلم في فريق اعلم أن النهاية الحتمية الخروج المرير. بالأمس استطاع كاب فيردي أن يلقن الغانيون درسا في فنون كرة القدم وأن يفوز عليهم بهدفين مقابل هدف. إذا لقاء الخميس القادم بين مصر وغانا هو لقاء حياة أو موت. ولا أنت يا رويا فيتوريا بتلعب عشان تطلع من أحسن توالد؟ هم ياخدوا 2 من أحسن توالد، أنت بتدور عشان تطلع 2 من أحسن توالد؟ هذا سوف يكون العار الكبير. وهنرجع لسنة 94 لما خرجنا من الدور الأولاني. افتكروا كده سنة 94 لما خرجنا من الدور الأولاني ولم نصعد إلى دور نصف النهائي. المنتخب القومي على محك خطير. يجب أن يكون مدير فني قوي، مش مدير فني محمد صلاح اللي جايبه وحزومه اللي طلع من تحت السرير وقاعد مشرف على المنتخب القومي. هو انتوا عشان مش لاقيين شغلانه لحازم امام في اتحاد الكوره تقرفونا احنا يا شعب بيه؟ تقرفوا الشعب المصري بوجود حازم امام الذي لا يستطيع التخطيط لاي شيء سوى حسابه في البنوك. كيف يزيد حسابه في البنوك وكيف يستحوذ على اكبر المناصب لينهي بها اعماله ومشاريعه. راجل في مجلس الشعب، عضو اتحاد كوره، مشرف على المنتخب القومي، عضو في نادي زد في مجلس الإدارة، وكتير وكتير وكتير، والأمثلة كتيرة. محمد هاني لم يأتي. محمد الشناوي لم يختبر من المنتخب الموزمبيقي. تم اختباره عن طريق محمد حمدي بالكرة اللي حطها له في المقص واستطاع الشناوي إخراجها من تحت العارضة. هدفين يسكنهم مرمى محمد الشناوي لا يسأل عنهم. الكرة الأولانية الراجل لعب شومة بدماغه، طار محمد الشناوي خدت إيديه وخبطت في العارضة ودخلت. هدف تاني بمنتهى السذاجة، محمد عبد المنعم بيجري ورا راس الحربة لحد منتصف الملعب ويترك مكانه راس حربة ذكي، خد محمد عبد المنعم وجرجره وراه. المكان بقى اللي كان المفروض محمد حمدي بيغطي فيه كان واقف فيه محمد النني اللي هو ناحية الباك الشمال. تمام. احمد حجازي باع نفسه بتاكلينج على اللعيب اللي كان معاه الكرة اللي راح جاب الجول والراجل عدى منه. انا محمد عبد المنعم الكرة عدت من قدامي لم استطع اخراجها. احمد حجازي تاكلينج في غير محله اضاع الكرة على المنتخب القومي وذهب الرجل بانفراد ليضعها على يسار محمد الشناوي الذي لا يسأل عن الهدفين. اذا محمد هاني صفر كبير. بس انا بعذر برضو محمد هاني لانه كان بيلعب في الجبهه الدفاعيه لوحده، بس كان الناس بتمر منك مرور الكرام يا محمد يا هاني، كنت بتسيب الناس بتعدي. مش ده محمد هاني النسخه الموندياليه، مش ده محمد هاني اللي كان مع الاهلي في كاس العالم للانديه. احمد حجازي عفوا لم تعد من بعد اصابه الرباط الصليبي حتى الان. احمد حجازي ما زال لم ياخذ حساسيه المباريات، وانا ما اعتقد ان هذا الموسم هو الاخير لاحمد حجازي مع اتحاد جده الذي سوف يغير الجلد الدفاعي وحراسه المرمى في الفريق للموسم القادم تطبيقا لطلبات كريم بنزيما الذي يطالب بخط دفاع قوي ووسط موجود عنده قوي للحصول على البطولات في المباريات في البطولات القادمه. محمد عبد المنعم لازم ان انت يتقرص ودك يا محمد عبد المنعم. مش ده محمد عبد المنعم
اللي كان مكسر الدنيا. محمد عبد المنعم لعب بالشوكه والسكينه ولعب بالانا. اغلب المنتخب كان بيلعب عشان يظهر نفسه عشان خاطر عروض الاحتراف. محمد حمدي الباك الشمال اللي نيجي نقول انه بيلعب في نادي بيراميدز، اللي نيجي نقول ان نادي بيراميدز هو اسوأ خط دفاع في المنظومه الكرويه في المنتخب المصري ومرماه مستباح لجميع الفرق. يبقى اذا محمد حمدي كان لا يصلح ان يلعب باكا يسار. وكان عندك احمد فتوح على الدكه، وكان عندك محمد شكري في سيراميكا، لم تاتي باي احد منهم. نيجي لمنتصف الملعب، محمد النني الجالس على دكه الاحتياط لمده 3 سنوات في نادي ارسنال. محمد النني لاعب على المستوى الشخصي والاخلاقي له منا كل تقدير والاحترام، لكنه على الصعيد الدولي محمد النني لا يستطيع تأدية دور مركز 6 او حتى دور مركز 8. محمد النني بيفكرني بحسام عاشور، بيستلم ويباصي للخلف، بيستلم ويباصي للجنب، يستلم يباصي للجنب الشمال، يباصي للجنب اليمين، يرجع لورا. الكرات الطولية الأمامية لا يوجد. مش هو الكناسة اللي هتكنس قدام خط الدفاع المصري. أين؟ فمحمد النني لاعب احتياطي في الأرسنال في الجانرز، ملوش مردود في قلب الملعب. حمدي فتحي اللي انت قضيت عليه في الدور الهجومي وما قدرش ان هو يديك الواجب الدفاعي على قد ما يقدر. حمدي فتحي كان بيقوم بالدور الهجومي وبيفتح المنطقة عندك، بيخش جوه المنطقة الدفاعية لفريق موزمبيق وبيفتح الدنيا ويزود الكثافه الهجوميه لمصر. يعني كنت في كل الكور العرضيه بتبص بتلاقي 5 لعيبه من المنتخب المصري داخل ال 18، بس الكره العرضيه اللي كانت بتتلعب كانت بكره بالونيه، الدفاع الموزمبيقي كان بياخدها، ما كانش فيه تاثير او تواجد ليك على مستوى ضربات الراس داخل المنطقه. حسب لنا 8 ضربات ركنيه لم نستغل اي ضربه ركنيه منهم، عملنا حوالي 15 كره عرضيه لم نستغل اي كره عرضيه منهم. حتى في الوقت اللي طلعنا فيه حجازي ودخلناه جوه ال 18 مفيش اي حاجه. ضربه الجزاء اللي تم احتسابها لمصطفى محمد دحان بيه، ده حكم اللقاء اللي كان واقف قدامها لم يحتسبها، وده الفار استدعاه وورى له الاعاقه اللي تمت. دحان بيه ده حكم ضعيف، شفناه في مباريات الاهلي وكيف كان ضعيفا، والفار كان استدعاه في مباراه عشان يحتسب ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي ولم يحتسبها. كنت خايف جدا ان دحان بيه ده يخرج من اللقاء من الفار، من غرفة الفار، وما يحسبش ضربة الجزاء للمنتخب المصري. كانت هتبقى هزيمة تاريخية يندى لها جبين كل لاعب في المنتخب المصري كان في أرض الملعب أو على دكة الاحتياطي أو المدير الفني أو اتحاد كرة القدم المصري. كانت هتبقى هزيمة تاريخية على المنتخب المصري. إنك تتخطب بجونين في 3 دقايق، جون في الدقيقة 55 وجون في الدقيقة 58، وروي فيتوريا يطلع في تصريحاته ويقول نتمنى ان غانا ما تكونش في يومها زي موزمبيق النهارده ما كانت في يومها. هو ده تفكير؟ ولا تقدر تقول ان احنا هنشتغل، ولا ما كنت تطلع وتقول ان احنا هنشتغل على علاج الاخطاء اللي وقعنا فيها، وانا اول واحد وقع في الاخطاء. التشكيل الذي يجب ان يبدا اللقاء القادم: محمد الشناوي في حراسه المرمى، عمر كمال عبد الواحد باك يمين، ياسر ابراهيم ستوبر، محمد عبد المنعم ستوبر، ولو محمد عبد المنعم ما اتقرصش ودنه كويس يقعد على الدكه. احمد فتوح باك شمال، منتصف الملعب مروان عطيه وامام عاشور، قدامهم تريزيجيه على الشمال، محمد صلاح على اليمين، مصطفى محمد في الامام، وبتفاضل بقى ما بين زيزو، بس يجب ان يكون بالدور الدفاعي وما يقومش بالتسديدات. تخيل ان احنا لما يجي لنا 8 ضربات ركنيه وزيزو هو اللاعب رقم 1 في مصر اللي بيرفع الكور اللي بتجيب اهداف وصاحب اكبر اسيستات، ولم نستطيع ترجمه اي ضربه ركنيه او كره عرضيه من احمد سيد زيزو الى هدف. هل زيزو لاعب محلي لا يستطيع التأدية على المستوى الدولي؟ او عايز تلعب بثلاثة ديفندرات، حط مهند لاشين وما تلعبش ولا بالنني ولا بزيزو، لان مباراة منتخب غانا هي مباراة حياة او موت للمنتخبين، سواء للغاني او للمصري. الجميع يبحث عن الفوز، الجميع مني بخسارة نقاط في المباراة الأولى. مصر خسرت 2 نقطة
لا، انا اقول مصر فازت بنقطه، مش مصر خسرت نقطتين. مصر فازت بنقطه في المباراه الماضيه، لان موزمبيق كانت الافضل والاشرس والاخطر على المرمى، بدليل ان هي من كورتين جابوا جولين. احنا من 16 تسديد، من 21 تسديده 5 على المرمى و16 في السماء بنصطاد عصافير. وهذا المعلق علي محمد علي هو محلق فأله غير حسن على المنتخب المصري او على الكره المصريه نهائيا. انا في اللقطات اللي انا شفتها في المباراه، احمد سيد زيزو شاط كوره عدت من جنب العارضه بحوالي 6 ياردة. قال تسديده مميزه من احمد سيد زيزو. هو ده اللي احنا لازم نعمل عليه، ولازم نسدد على المرمى. امام عاشور اللي نزل وكان فاضل 8 دقائق في اللقاء، سدد امام عاشور تسديده مرت بجوار العارضه بياردتين 3. قال تسديده وحشه جدا من امام عاشور. يا راجل، هو هنا اهلي وزمالك كمان؟ يعني انت عرفنا مباريات الاهلي وبتطلع القطط الفطسانه في قلب الاهلي مع المنتخب القومي اللي المفروض الكل بيسانده وكل بيقف معاه على الحياد عشان ندعم ونساند. نتمنى الا تعلق على المباريات نهائيا. المنتخب الموزمبيقي يتعادل في اللقاء الرابع امام المنتخب المصري عقب 3 هزائم قبل ذلك في كاس الامم الافريقيه. وتخيلوا ان المنتخب الموزمبيقي لا يوجد به اي لاعب محترف، في حين اننا باللاعبين المحترفين لم نستطيع الفوز على موزمبيق. وفي 98 بلاعب محترف واحد ب2 لاعبين محترفين هاني رمزي واحمد حسن استطعنا الفوز على موزمبيق بهدفين مقابل لا شيء برأسيتين لحسام حسن. هذا هو الفرق بين منتخب قوامه الاساسي لاعبي النادي الاهلي بحماسهم، واللاعبين المحليين من نادي الزمالك وباقي الانديه بحماسهم وقوتهم، هم اساس المنتخب المصري. ليس اللاعبين المحترفين هم اساس المنتخب المصري. لما اتكلم على اللاعبين المحترفين ممكن استثني تريزيجيه ومصطفى محمد، لان هم لعيبه بيلعبوا بحماس، لعيبه ما بتخافش على رجليها وبتلعب بكل قوه. انما لما تيجي تتكلم محمد صلاح هو نفس طريقه احمد المحمدي، هو نفس طريقه محمد النني، ونفس طريقه ياسر رضوان، ونفس طريقه محمد عماره، لاعبون غير مفيدون للمنتخب القومي. نتمنى ان المنتخب المصري يتدارك موقفه في لقائه امام غانا ثم كاب فيردي الرأس الاخضر، وان يصعد الى دور ال16 للمواجهات الناريه، وان يكون قد اخذ حظه نحو المباريات القادمه. في البطوله الماضيه اللي احنا خدنا فيها الثاني عقب الخساره من السنغال بضربات الجزاء، استطعنا عقب الهزيمه من نيجيريا، ونيجيريا كانت احد الفرق المصنفه، ان نعود بالفوز في مباراتين متتاليتين. لكن اليوم عقب الخساره نقطتين امام موزمبيق فريق غير مصنف، نتمنى ان يستطيع المنتخب المصري الفوز في المباريات القادمه وتحقيق البطوله كي تكون دافعا لمحمد صلاح لتحسين وضعه امام الجمهور المصري. خلصت حلقتنا، ما خلصتش اخبارنا، واستنونا وكل يوم في جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بث مباشر لجميع مباريات الكان الافريقي من ابيجان. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.